ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك التنسام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات مميزه جدا، اختبارات بالنسبه لي انا بشوفها اختبارات مهمه جدا. هنتكلم عن اختبارات نادي العبور، هنتكلم عن كل ما يخص اختبارات نادي العبور، نادي في الممتاز به. هنتكلم عن تفاصيله كلها واقول لكم ليه اختبارات مميزه وليه انا من الاختبارات اللي انا بفضلها او بشوف ان هي اختبارات مهمه جدا. بس قبل ما نبتدي اي حاجه، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان اصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. هنتكلم النهارده عن اختبارات مميزه جدا من اختبارات نادي العبور. طب ليه اختبارات نادي العبور من الاختبارات المميزه؟ نادي العبور بيلعب في الدوري الممتاز ب، نادي بدون اي مقابل، نادي عنده الامكانيات، بيهتم بالناشئين، بيهتم بالفريق الاول، نادي من الانديه فعلا اللي هي تحس ان هي عندها نظام بروفيشنال، نظام محترف، والسيستم ده بيتطبق على كل مراحل السنيه في النادي. نادي عنده ملعب كويس، عنده نادي متكامل، عنده كل مواصفات النجاح في نادي العبور. عشان كده انا بقول اختبارات مهمه جدا واختبارات مميزه، ودايما بيهتموا ان هم ينقوا مواهب كويسه او يختاروا المواهب المميزه عشان يضموها للقطاع. مفيش مصالح شخصيه في النادي، مفيش صراعات في النادي، نادي هادي، نادي بيتعامل بطريقه كويسه. فمن الاختبارات المهمه جدا اللي انت لو من القاهره حاول ان انت تروح الاختبارات دي لو انت مستواك كويس، لو انت مستواك مميز. طب تفاصيل الاختبارات ايه؟ نادي العبور هيبتدي اختبارات يوم السبت يوم 3 6، يوم السبت يوم 3 6. المواليد المطلوبه من 2003 لحد 2014، معظم الاختبارات السنه دي من 2003 لحد 2014. سعر الاستماره في سعر للاعضاء وفي سعر غير الاعضاء. الاعضاء هيدفعوا سعر الاستماره 30 جنيه بس، سعر استماره الاعضاء 30 جنيه. لو انت مش عضو هتدفع سعر الاستماره 50 جنيه، تدفع سعر 50 جنيه للاستماره لو انت مش عضو. طيب هتشتري الاستماره منين ومواعيدها امتى ومواعيد الاختبارات فين بالظبط وكل حاجه؟ الاستماره هتتباع في النادي عند بوابه 6 من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 11 صباحا يوم الاختبار. من 9 ل 11 الصبح يوم الاختبار هتروح تاخد الاستماره، وبعدين هتدخل من بوابه 6 بس، بوابه 6 بس عاملين الاختبارات، ويبقى معاك مرافق واحد، مرافق واحد بس اللي مسموح ليه بالدخول عشان ما تاخدش اكتر من حد ما تعرفش تدخله. تاخد بس معاك مرافق واحد من 9 ل 11 عند بوابه 6، تشتري الاستماره وتخش تعمل الاختبار. طيب تقسيمه ايه الاعمار او تقسيمه المواليد؟ هيختبروا امتى او كلهم في يوم واحد؟ هقول لكم دلوقتي كل يوم في مواليد ايه، وهسيب لكم برده ارقام الاستفسار عشان لو عايز تسال عن اي حاجه قبل ما تروح، والاحسن انت تسال عن اي حاجه عايز تسال عليها عشان تبقى رايح مهيئ نفسك ومؤهل للاختبار، وان شاء الله يكون النجاح من نصيبك. الاختبارات هتبتدي يوم السبت يوم 3 6، ده مواليد 2014 و2013 و2012. يوم الاحد يوم 4 6 هتبقى مواليد 2009 و2010 و2011. يوم الاثنين يوم 5 6 يبقى 2006 و2008 و2007، 2006 و2007 و2008. يوم الخميس واخر يوم هيبقى 2003 و2004 و2005. ده بالنسبه لكل مواعيد الاختبارات لكل المراحل السنيه. لو محتاج اي حاجه ممكن تسال تستفسر من خلال الارقام اللي انا هسيبها لكم دي. ولو محتاج مني انا شخصيا اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات او تعمل لي فولو على انستجرام وتكلمني، ان شاء الله ارد عليك على طول. يا رب يكون نجاح من نصيبكم واشوف اكتر من لعيب من بيتفرجوا عليا دي في نادي العبور باذن الله. ويا ريت كل اللي راح ونجح يفرحني زي ما في زمايلكم قبل كده فرحتني. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. وكان معاكم ابتسام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره قدم. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.